السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير يا رب. النهاردة أول تجهيزات الشهر الكريم هنعمل مع بعض السمنة البلدي. أنا عندي زبدة هحولها مع السمنة النباتي لسمنة بلدي. لو عندك كيلو عندك 2 كيلو اللي عندك اعمليه. عندك الخير يا رب. دي كيلو ونص زبدة بقري. انا بسيحها كده لوحدها لحد ما كل الرغاوي اللي على الوش دي تهبط تحت وتنزل تحت خالص. لان دي اللي بتكون المرتة عندي. والناحية التانية طبعا انا حاطة السمنة على النار تسيح على الهادي خالص. اللي هي في العلبة عندك بقى روابي، عندك جنة، عندك كريستال، اي نوع سمنة نباتي انتي بتفضليه وبتحبيه. الطريقة دي حلوة قوي لو استخدمتيها لأي معجنات، استخدمتيها لكنافة، بسبوسة، أي حاجة انت حباها هتطبخي بيها. بتخلي ريحة الأكل وطعم الأكل حلو قوي لأن الزبدة بتبقى ظاهرة فيها. وطبعا كل ما بتكتري الزبدة كل ما بيبقى أحسن وأحسن طبعا. أنا طبعا أول ما الزبدة عندي بتفك خالص وبتسيح على النار بهدي بقى لأنها لازم تستوي على الهادي عشان ما تتحرقش منك. وبعد ما أتأكد إن هي خلاص بقت كويسة الرغاوي ابتدت تهدى عنها خالص. بانزّل بقى السمنة التانية النباتية اللي في الجردل أو العلبة، بانزّلها عليها. طبعًا برضه النار لسه على الهادي، مش هاعلّيها خالص علشان السمنة تستوي على نار هادية. وطبعًا ما تنسيش شوية ملح في قلبها لإن ده مادة حافظة. بيحفظ السمنة بيحافظ على طعمها لو قعدت معاكِ فترة طويلة. طبعًا أنتِ هتعبّيها بقى في برطمانات، هتعبّيها في سمّانة، هتعبّيها في أي حاجة عندِك أنتِ بتحبّي تشيلي فيها السمنة. دي حاجة براحتك طبعًا. دي علبة السمنة روابي كانت عندي، أنا سيّحتها وهانزّلها معاهم مع الزبدة والسمنة التانية بتاع الشمس الذهبية. عادي ممكن تضيفي أي سمنة وأي نوع مع بعض مش هيجرى أي حاجة. هو اللي بيفرق معاكِ طعم الزبدة، إن الزبدة تكون صابحة وفريش كده وحلوة وجايباها من مصدر موثوق فيه. هاقلّبهم كويس أوي لحد ما يدوبوا مع بعض وعلى نار هادية خالص، لحد ما هنلاقي تحت المُرتة من تحت بقت لون دهبي. ما تستنيش لمّا هي إنها تزيد عن اللون ده، لإن لو زادت السمنة هتتحرق منِّك. ولو علّيتِ النار طبعًا السمنة هتغمق وتتحرق منِّك برضه. لكن هي زي ما أنتم شايفين عاملة زي مَيّة الدهب. كلّها صفرا وهادية خالص ولونها صافي وجميلة. هاقلّب كده واستنى على الهادي خالص. مش هاكتّر يعني النار عن كده، مش هاعلّيها. لأ، هي تفضل كده كويسة أوي علشان السمنة تاخد مع بعضها كده وتستوي مع بعضها على الهادي خالص. قلّبيها كده باستمرار وإيدِك فيها وما تسيبيهاش السمنة وأنتِ بتقلّبيها. عوّدي نَفْسك كده وأنتِ بتقلّبي السمنة يا ست الكل. ما تسيبيهاش وتروحي تعملي حاجة أو تنشغلي عنها، لإنها هتتحرق منِّك في ثواني. فالحاجة غالية بصراحة ولازم نحافظ عليها. دي عندي علبة ستانلس أو اسمها سمانة باشيل فيها السمنة. بدل ما باحط في البطرمانات باشيلها في دولاب المطبخ عادي يعني. باحط فيها السمنة وباشيل بمعلقة أو بالكبشة أو أي حاجة عندِك. ما باحطش المعلقة اللي أنا باطبخ فيها في قلبها طبعًا عشان طعمها ما يكرفش ولا حاجة لأ. باخد بيها السمنة اللي أنا محتاجاها على قد الطبخة. ممكن تشيلي شوية تحت وتسيبيها هي لوحدها فوق. أنا باوريكِ السمنة ما شاء الله رايقة وجميلة إزاي وصافية، الحمد لله ما هيش محروقة ولا فيها أي حاجة خالص. وعندكم الخير كله يا رب، اللهم آمين، وتسلم إيديكم على كل اللي بتعملوه، وكلكم ستات شاطرة وربنا يصلح ما بين إيديكم. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسونيش بدعوة حلوة، ما تنسونيش باللايك والشير وتفعلوا الجرس وتشيروا لأصحابكم وتعرفوهم على القناة عشان تكبر بيكم. باتمنى لكم الخير يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.